بصوا اللي هنلاحظه في الحته دي حاجه مهمه جدا. دي اسئله جت في اخر الامتحانات النظام الجديد يا شباب. خلاص ستوب. هنرجع للامتحان ده في الاخر. هوريكم ملحوظه لاحظتها في الامتحانات اللي جت كلها مع التجريب. تكرار اسئله بنفس الاسطمبه بنفس الشكل ويقعد يلعب في حاجات بسيطه. بصوا كده على الاجسام المضاده جت في كام امتحان. الشكل الذي امامك يوضح تركيب احد مكونات الجهاز المناعي، ما الشكل الذي يصف المنطقتين A و B. ده جسم ايه؟ مضاد. فين ايه؟ موقع الارتباط بالانتيجين، B موقع الارتباط بالانتيجين، فده موقع ثابت. ايه اللي انت ملاحظه هنا؟ ده المستضد تمام؟ وده الجسم بتاعه. ايه التركيبه اللي هتركب مع ده؟ شايف ده؟ عايزين نجيب باقي ده، في حته ناقصه من ده يا مريم، في حته ناقصه من هنا، وده الجسم المستضد اللي هيركب فيها. طب انا دي مش عارفها فين، فدور مكعب يركب مع ده. هل ده وده يركبوا مع ده؟ لا، دول مختلفين اصلا. فانا عملت ايه؟ طب اللي بيتكلم هدفعه 10. فانا ايه ده؟ حد فيكم عمل حاجه ولا اللاب؟ اللاب ايه ده؟ مين اللي فصل؟ انا اللي فصلت والله. طب اهي افترى افترى جاي دلوقتي. طيب يبقى تاني الاثنين هيبقوا شبه بعض. هنا دول مختلفين مش هيركب، ده ممكن يركب لكن ده مش هيركب على دي. طيب هنا اصلا في الضياع خالص، هل ده يركب مع دي؟ الوحيد اللي هيركب ده. خلاص؟ ده سؤال سهل وعميق جدا وجه في امتحان. بصوا بقى السؤال التاني جه في امتحان تاني. بيقول لي الشكل المقابل يوضح تركيب احد مكونات الجهاز المناعي. ده نفس الجمله هي. ما النتيجه المترتبه على استبدال حمض اميني باخر في المنطقه ايه؟ بدل حمض اميني في المنطقه دي. هل تصبح غير مناسبه للانتيجين اللي كان خاص بيها؟ دي صح مقبوله. يمكنها الارتباط بالانتيجين الخاص بيها؟ دي غلط خالص، مش هترتبط بيه. عدم حدوث اي تغير بها غلط. حدوث تغير في الانتيجين الخاص بها دي انت هتقف بين دي ودي. يلا فكر معايا بقى، عشان ده كان الفكره اللي بتوقف الناس في الامتحان. هو واقف على اجابتين. هل حدوث تغير في الانتيجين؟ تغيرت حمض اميني هنا فالحته دي اتغيرت، فشرط يتغير الانتيجين ولا هي مش هتصبح مناسبه اللي كان هيرتبط بيها؟ دي صح ودي ممكن تبقى صح باحتماليات. يعني مثلا لو كان بيربط بيها انتيجين اسمه زفت الطين وانت غيرت حمض اميني، هل شرط يرتبط بيها انتيجين عابدين؟ لا، بس زفت الطين ما بقاش مناسب ان هو يرتبط. انت اكيد فاهم ان زفت الطين مش هيرتبط بيها، ده اكيد، لكن مش شرط يجي حد تاني يعمل ايه؟ يرتبط بيها. هي احتماليه وارده. ممكن تغير في البروتين او حمض امين واحد يغير في التتابع فيبقى البروتين كله متغير ومفيش حد يقدر يمسك خالص، او حد تاني يمسك. احتمال بس مش شرط. وصلتكم الفكره؟ يبقى خناقتك وانت في الامتحان بين الف ودال هتختار مين اكتر؟ الف. فتميل ناحيه الاجابه الاصح. بص بقى، مش هنكمل 5 دقايق ونخلص الاسئله دي. ده سؤال تاني في الامتحان برضه على نفس الفكره. الشكل المقابل يوضح تركيب احد انواع الاجسام المضاده. حدد اي المناطق بها رابطه مختلفه عن الروابط الاخرى في هذا الجزيء. مين منطقه بتخلي الجسم المضاد اصلا يختلف عن الاخر؟ 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ 3. سؤال عبيط جدا لان دي منطقه مالها متغيره. وصلت؟ ده سؤال كمان جه عن جسم المضاد. لاحظ الشكل المقابل يوضح تركيب احد شقي جسم المضاد في دم الانسان. تعرف على التركيب س ص ع ل ثم حدد ما رمز الجزيء التركيبي الذي يميز هذا النوع من الاجسام المضاده عن بقيه الجلوبيولات الاخرى. بيكرر نفس السؤال في امتحان تاني. ايه هو؟ س. وصلت؟ شفتوا بقى الامتحان؟ شفتوا الاسئله بقول لكم حلوا اسئله السنين اللي سابقه؟ ده دليل اهو عشان ما نجيبش حاجه من بيتنا. ادرس الشكل الذي امامك ثم حدد اي مواقع تساعد في كسر الروابط الابتدائيه. ايه اللفظ كسر ده؟ مدمرة. اهي كسر الروابط الابتدائيه في اغلفه المركب 1. ايه مركب 1؟ انتيجين. جسم غريب. هو مين المكسرات اللي بيكسر؟ المدممات. يبقى مين اكتر الرقم اللي تختاره يلعب بالتكسير؟ 1. يا ابني هو بيقول لك مين اللي بيكسر 1 في الارقام الباقيه؟ 4 اللي هي موقع الارتباط بمين؟ بالمتهم. ايه؟ دي ماشي. انتوا قصدكم دي؟ ماشي. شفت انتوا متخيلين الاسئله عبيطه ازاي؟
انا مش جايب اسئله عاديه، دي اسئله امتحانات، بس لميت كل الاجسام المضاده جت في الامتحان ازاي. الشكل المقابل وضح تركيب احد الاجسام المضاده، استنتج ما الاليات التي لا يمكن ان تكتمل باستخدام هذا الجسم المضاد. هو ايه اللي مستفزك في الجسم المضاد الغريب ده؟ لا يوجد ايه؟ فاكرين طب فاكرين احنا السؤال ده كنا بنقوله ايه؟ في طريقتين لازم تقول فيهم المتممات، ايه هما؟ شكرا جاوبتها. محتاجه تجيب ولا دال؟ ما خلاص التحلل والطاقه مفعول السموم اهي اللي هي جيم. بص بقى المنظر ده، امامك 4 اجسام مضاده مختلفه. اذا علمت ان الاجزاء المظلله باللون الاسود حدث بها تغيير، استنى امسح لكم، حدث بها تغيير بتتابع السلسله، اي مما يلي يعبر عن الجسم المضاد الذي يؤدي عمله بكفاءه. مين من دول هيقدر يعمل عمله بكفاءه؟ يعني انت عايز جسم مضاد ماله شغال، انت غيرت في الجزء الاسود. طيب جيت ابص هنا والله هو غير في الجزء المتغير، خلاص؟ جيت ابص هنا غير في المتغير والثابت، متغير وثابت. طب انت عايز ايه؟ انا مش فاهم منك حاجه. طب انا ابص على جسم مضاد اشوفه في حد مرسوم منه مش جسم مضاد اصلا، فاشطب ورايح نفسي واوفر اجاباتي. بصيت على اول واحد في متممات، موقع مضاد بالمتمم، بس هنا في ربطتين، هنا مفيش، شطبته. هنا في وهنا بقى برضو ايه؟ مفيش، شطبته. هنا في روابط وهنا في وهنا مفيش اي مشكله فيه غير الحته المتظلله زي الباقي. هنا في ربطتين وهنا مفيش برضو، يبقى شطبته. انا مش فاهم السؤال بيقول ايه بس جاوبت السؤال. حد فاهم انا قصدي ايه؟ ممكن ما تبقاش فاهم السؤال ولا قصده ايه ولا يا ابني هو انت فاهم هو اللي غيره ده غير في ايه؟ ما هو غير في الاربعه. طيب خلافنا كان على السؤال ده في السنه اللي فاتت. اذا علمت ان الاجزاء المظلله باللون الاسود حدث بها تغير، اي من يعبر عن عمله بكفاءه. طيب والله اي تغيير في المفروض لو علميا في المنطقه الثابته يبقى في مشكله في الجسم ده مش هيشتغل. غير ثابته ده شطبته، فوقفت عن الباقيين. دي جزء من الثابته فاتغيرت، والله دي جزء من الثابته فاتغيرت. الوحيده اللي كان ممكن تفكر فيها كاجابات دي، وده وقتها كانت تبقى منطقيه. والسؤال ده كان عليه خناقه بقى، هو كان قصده يخلي الطالب خلي بالكم يفكر في السؤال علميا ولا في السؤال بالشروط بالروابط دي. فكان دي خناقه. الاغلب الصراحه انا شخصيا كنت مايل ان ده الوحيد اللي هيأدي عمله بكفاءه، لان اتغيرت المنطقه المتغيره بس، فدي متغيره عادي تتغير من جسم مضاد لاخر. لكن هو دخلوا الناس في فكره الروابط، بس السؤال ما كانش محدد ان تلعب في الروابط. حتى الان الاجابات مش اجابات نموذج وزاره، اجابات كتاب الامتحان. هم اختاروا قال لك ان دي كلها اجسام مضاده مش كامله التكوين، والاجابه هتبقى مين؟ عين. انا شخصيا ما زلت افضل مين؟ افضل سين، بس انا مش هبقى الفزلوكه اللي واخد ايه؟ القطيع بعيد عن القطيع. خلينا مع الحمير كلهم لحد ما نشوف هيوصلوا ايه في مكان فين. ده المنطق اللي بنمشي بيه. بس هو للامانه مش هو السؤال راسه يبنيك على انهي حته؟ يبنيك على فكره ان دي منطقه متغيره، فهي متغيره من جسم مضاد لاخر، فلما تتغير هيبقى جسم مضاد اخر ثانيه يقدر يشتغل. وصل لكم الفكره؟ بس كانت الاجابه دي عشان هي الوحيده اللي كامله. انا كنت بقول دي غلطه مطبعيه، هو ما ركزش في الخطوط الصراحه. طبعا انتوا بتترعبوا لما تلاقوا سؤال فيه جدل زي كده. عادي جدا، انت وغيرك هتتلخبط، انت هتتلخبط في سؤال، هو هيتلخبط في سؤال، فهو نقص في سؤال، فانت نقصت في سؤال، فالدرجات كلها بتنزل للكل، فما تقعدش انت تركز في نفسك. انا الوحيد اللي هغلط في الحته دي. طيب بصوا، يعني ده كان ارخم سؤال جه في الاجسام المضاده. لاحظ الصوره بتوضح مكونات الجسم المضاد، تعرف عليه ثم استنتج ما نوع السلاسل التي يتكون منها الموقع س. فين اللي بيتكون منه س؟ فاكرين الحته دي وانا بدرس الجسم المضاد؟ قلت لكم السلسله دي بيبقى فيها ايه وايه؟ دي طويله ودي قصيره، فالاثنين بيشاركوا. طب نركز في الجسم المضاد. الجزء الثابت ده اهو من اول هنا يا شباب كده لتحت، كل ده جزء ثابت بيشارك في تكوينه. سلسله قصيره وطويله ولا قصيره بس ولا طويله بس؟ الاثنين. طب الجزء المتغير؟ الاثنين. طيب اسال سؤال بقى، دي ما جاتش قبل كده، هي الروابط الكبريتيديه تقع بين بين الطويله والقصيره او داخل المنطقه؟ حد يقولها؟ الثابته. جدع، دي سؤال ما جاش اهو. تاني
لو انت عايز تفكر في حته ما جاتش، هو بيعمل ايه كل سنه؟ يجيب سؤال في الجسم المضاد والسنه اللي بعدها يغير في السؤال. تعال ركز تاني، ملعب السؤال اللي جاي متوقعه. السؤال ممكن يجي في ايه؟ يسالك الروابط الكبريتيديه بين السلسله القصيره والطويله، ولا الاثنين الطويله، ولا ايه؟ اهي بين طويله وطويله وبين قصيره وطويله. ركزوا، بين طويله وطويله وقصيره وطويله. طيب بين المناطق الثابته ولا المناطق المتغيره؟ الثابته. تعالوا نحاول نحبشها كده. طب اقول لك الحاجه، ما تحفظش، ارسم الرسمه ولما يجي لك السؤال من الرسمه اعمله. هتعمل ايه بقى؟ هتعمل كده وكده. خلاص؟ دي روابط كبريتيديه ودي روابط كبريتيديه. دي بين قصيره وطويله، ودي بين ايه؟ طويله وطويله. دي المنطقه المتغيره. هل الروابط الكبريتيديه في المتغيره ولا في الثابته كلها؟ يبقى نجمع كده الروابط الكبريتيديه. ماشي؟ واحد بين السلاسل القصيره والطويله حاجه، وبين ايه تاني؟ الطويله والطويله. صح كده ولا غلط؟ دي اول نقطه، وتقع في المناطق الثابته فقط. ماشي؟ دي ما جاتش بقى. طيب المتممات بتقع في السلاسل الطويله في المنطقه الثابته. دي الحتت اللي ما تلعبش فيها. هو الجسم المضاد هيفضل يعمل فيه كل سؤال في الامتحان، بس يقعد يغير. انت لو مؤاخذه ديك لميت كل الاختيارات اللي جايه في الامتحان، ايه اللي ما جاش؟ دول. طب المتممات هي بروتينات. خلي بالك المتممات اللي بتمسك هنا دي بروتينات، بس دي مش المتممات نفسها. ركز في اللفظ، ده موقع الارتباط بايه؟ بالمتمم. ده ممكن يبقى ملعب سؤال، فما تلخبطش. بص بقى هنا فين؟ سلام عليكم. موقع ارتباط ايه؟ موقع الارتباط بالمتممات دي، مش المتممات نفسها. الحلقه الحمراء دي اسمها موقع الارتباط بالمتمم، مش المتمم. خلاص؟ هنا بيقول لك ايه؟ ادرس الشكل التالي ثم حدد اي الاجسام يساعد في تحطيم السموم الناتجه من الاصابه باحد انواع البكتيريا. السموم، فاكرين ابطال مفعول السموم؟ لازم يبقى مين موجود؟ متممات. او تحلل لازم يبقى موجود متممات. كلهم ما فيهمش غير اثنين بس فيهم متممات، شطبت دي ودي. طيب ايه سوري، دي فيها متممات، شطبت دي ودي، باقي دي ودي. ايه الفرق بين دي ودي؟ هنا في اثنين رابطه كبريتيديه، هنا مفيش. متخيلين؟ بيعيد نفس السؤال هو. يبقى لما اقول لك ركز على سنوات السنين السابقه، انت على الاقل ضمنت يا ابني ما تعانيش في الامتحان من كل الاسئله. انت في اسئله تحلها كده وانت واقف في ثانيه. اتمنى الكلام ده يعني يكون اتقل. يبقى الاجابه 3. بص بقى التكرار اللي ما بيزهقش منه. على فكره لو ركزتوا لو انا كنت فاضي كنت وريتكم التكرارات الثانيه. بيجيب مثلا في امتحان جاب سؤال اللي هو القمه الناميه. بصوا عملها كده وقال لك تم معاملتها بالكولشيسين، دمرت دي وتكونت تحتها قمه ناميه جديده بعدد مضاعف منين؟ من الصبغيات. جه السؤال ده انا عمل لك كده رسمه كده 1 2 3، قال لك تم معامله دي، مين اللي هتنشط؟ دي. واصلين؟ فاهمين حاجه؟ بيمسك السؤال يغير فيه. هو ضيق الافق اللي بيحط الامتحانات دي، لو هو نفس الشخص او شخص غيره، فهو بيعمل ايه؟ يقول لك ايه؟ انا عايز اعمل امتحان بنفس المستوى، فيروح يجيب الامتحان يحطه قدامه. ممكن احط الامتحان، دي طريقه على فكره ان انت تجيب الامتحان وتغير منه. انا بعمل كده، انا جربت وانا باجي احط امتحان، هروح امسك كتاب وامسك سؤال الاقيه سؤال اكمل، اروح الف منه سؤال اختر، او سؤال اختر الف منه سؤال في رسمه. دي طريقه شخص بيحط امتحان، فده اسطمبه هو ماشي عليها. فما تعملش كده في الاحياء بس، ركز في كل المواد بنفس ايه؟ الطريقه. طيب بص معايا هنا اسئله الرحم. شباب بجد في صوت مستفز لدرجه لا تتخيلوها، اللي مش قادر يمسك نفسه يطلع. اي مما يمكن وجوده في جزء س. س دي قناه فالوب. زيجو ايه اللي ملاحظه؟ مربوطه. الست دي تقدر تخلف طبيعيا، تخلف بطريقه واحده. حقن مجهري، هترمي ايه جواها؟ على الاقل توتيه، فالاخصاب يكون ايه وايه؟
الاخصاب بيكون خارجي وتكوين الجنين داخلي. تاني، طب اين يبدا عمل الجسم المركزي في حاله ارادت هذه الست الانجاب؟ ايه الموقع اللي اشتغل فيه؟ مكان. تاني، الست دي قررت تخلف، فانا بسالك هو الجسم المركزي بتاع الحمل المنوي اول حته، اول مكان هيبدا يشتغل فيه كان فين؟ فين؟ بره، اللي هو فين؟ ايوه، دي في الانبوبه. وصلت؟ في الانبوبه. الملحوظه الثانيه يا ابني، هو هيتم الاخصاب فين؟ في الانبوبه. خلاص ركز معايا عشان تعرف اللي مش فاهم. الاخصاب هيتم فين؟ في الانبوبه. وانت جبت الحيوان المنوي دخل جوه البويضه، البويضه جوه الانبوبه دي بتبدا تعمل تنقسم وتبقى توتيه. فمتى بدا عمل الجسم المركزي؟ جوه الانبوبه. فانت تروح تاخد التوتيه دي تزرعها في الرحم. دي اول ملحوظه. الملحوظه الثانيه، شايفين قناه فالوب واسعه من قدام، ضيقه منين؟ من ورا. هل دي حاجه عبثيه ربنا خلقها؟ لا، قال لك دي تساعد او من اليات او المناسبه او الاليه الوظيفيه لعمل قناه فالوب. اولا ربنا خلقها بمميزات متعدده، ذات زوائد اسبوعيه علم لالتقاط البويضه. تاني حاجه، واسعه من قدام عشان تزود مساحه التقاط البويضه. تالت حاجه، فيها اهداف لدفع البويضه. ده سؤال هتلاقوه في المنزل معايا. خلاص؟ طيب هنا بيقول لي ايه؟ اي مما يلي يمكن وجوده في الجزء السين. هو مين داخل من هنا؟ حيوان. مين اللي داخل من هنا؟ خليه بيضيه ثانويه. عارفين كان ممكن اقول بويضه زيكم، بس انا عايز اوصل لكم هتفضل طول عمرها بيضيه ثانويه، لان هو هيقف هنا وهي تقف هنا، تقول له حيوان وهو يقول لها بيضه، بينا سد مش هنعرف نتجوز، مش هنقابل بعض. خلاص؟ فعمرها ما هتبقى بويضه، ستظل خليه كحيانه بيضيه ثانويه. طيب يبقى اهي في الجزء السين خليه بيضيه ثانويه. عمرك هتلاقي حيوان منه هنا؟ مستحيل. ايه اللي بيحصل مع مرور الوقت؟ القناه دي بتلزق، فما فيش حاجه اسمها فك قناه فالوب. دي لازم تبقى فاهم النقطه دي. وعشان كده كان في بعض الناس يقول لك ايه؟ بدل ما اربط اقطع، ما مش فارقه. ما هو التعقيم الجراحي في قناه فالوب يا اما تقطع يا اما ايه؟ تربط. واحد يقول لك لا اربطها يا عم احسن ما تقطعها يا عم، يمكن الست تغير ايه يا حبيبي. خلاص، هو اتنين ده اليومن او تجويف، لزقته في بعضه لزق. لما تتجرح وتخيط الجرح كانه ما بقاش ايه؟ موجود. وصلت؟ كده احنا اول سؤال جه على فكره قناه فالوب وربطها. تاني سؤال على الرحم. طيب بيقول لي ايه هنا؟ اقروا كده سؤال. من اي شكل تستطيع قناه فالوب التقاط البويضه ولا يحدث اخصاب؟ طيب في حاجه مربوطه هنا؟ طيب دي مربوطه كده كده لا يحدث اخصاب. طب سؤال بقى هنا، في حاجه مريبه هنا، دي فوق ودي تحت هتلتقط، فدي حاجه بايظه خالص. شطبت دي كده عشان اوسع الدنيا على نفسي. طيب دي مربوطه والميديا لازق فيها، فممكن تلتقطها وممكن ما يحصلش اخصاب. خلينا واقفين هنا. طيب دي ايه قصتها؟ دي بعيده. طيب ايه ليه دي مش هتبقى فيها اخصاب بقى؟ فيزيائيا بقى. تعملها كده، خديها لفوق عكس الجاذبيه. خلاص، فدي مش راكبه شويه. المبيض اللي بيحدف البويضه تحت وهي فوق، فتعملوا كده خد يا مبيض البويضه. فالطبيعي ان العكس او لازقين في بعض، وهما في الحقيقه لازقين في بعض. خلاص، فدي شطبتها ورا. بقى معايا مين ومين؟ دي وده. دي معضله الطلبه كانت اختاروا بقى الاجابه. وليه؟ ايه؟ رابط مربوط هنا ومربوط هنا. بيقول لك نقرا السؤال. في اي شكل تستطيع قناه فالوب؟ بصوا اقرا، مشكلتكم تبصوا على الرسم يا ابني. اقرا السؤال. تستطيع قناه فالوب التقاط البويضه ولا يحدث اخصاب؟ هو لا مؤاخذه ايه الجمله اللي الاثنين متفقين فيها؟ لا يحدث. يبقى المعضله في مين؟ التقاط البويضه. مين فيهم اللي هيفشل في التقاطها؟ جيم. ليه؟ الرابطه في اولها، فكانها تقع، هيجي التقاطها تقع تاني. بس هو الصراحه ده كلام هبل يعني، كلام علمي هبل يعني.
مفيش حاجه يعني، هي هتيجي هنا وتروح تتزحلق بالمرجحه بتاعتك، بس انت هتختار ايه دايما؟ ما هو دي معضله ان انتوا كلكم بتزعلوا لما اجي اكلمكم على سؤال يعني فيه مشكله، بحس ان انتوا بتحزنوا دلوقتي وكاني انا مفروض مني ان انا اديكم الاجابه، يعني مش دي الاجابه، الاجابه هي بالعبط. احنا كده وصلنا لاختيارين حلوين. الاجابه اللي جايه انا مفيش نماذج اجابه الوزاره لا تجرؤ، ما تخليناش نقول كلام في الفيديوهات دي، بيخافوا ينزلوا نموذج اجابه لان احنا كلنا ما انا مش باين بقى هقصها او اقول لك على حاجه، هي وزاره غبيه اصلا، بيخافوا ينزلوا نموذج اجابه، بيخاف ينزل نموذج اجابه ليه؟ لان في سؤال بيبقى غلط، فهو مش عايز يقول لك هو اختار ايه عشان ما تقفش الغلطه عليه. ولا مره نزل نموذج اجابه، واغلب لما فكروا ينزلوا في مره من المرات طلعنا قطط فطسانه في الاسئله كلها غلط. كأحياء ولا كباقي؟ ككل المواد ككل. بس اقول لكم على حاجه، هي اكتر ماده قذره في الموضوع الاحياء. اكتر ماده، اقول لكم على حاجه، اسالوا الناس ايه اكتر ماده نقصت في درجات، يقول لك الاحياء. طيب تاني شباب هوب بعد اذنكم احنا بنتفق مع بعض، عايزين نوصل لنقطه كلنا متفقين عليها. لما نتزنق في اختيارين هنعمل ايه؟ نشغل مخ البني ادم الذكي ولا الغبي؟ الاثنين مع بعض. الاثنين دي الدنيا سحبه واسعه بالنسبه لها. قال ايه دي؟ سيب لي حته صغيره فيها مش هتركب، فمش هناخدها، هناخد دي. فهمتوا معايا؟ شكرا. خلاص دي وهديكوا بريك في المغرب. الشكل المقابل يوضح الجهاز التناسلي الانثوي اي الاجزاء ضروريه لتثبيت الحمل في الجنين. انا دايما كنت بعلمك تثبيت. بتعمل ايه عشان تثبت الجنين في بطن امه؟ ايه؟ رباط؟ هجيب الواد اربطه جوه؟ يا ابني لا، اعضاء يا ابني، ما تدخلش الاسلاك كلها في بعضها يا ابني. كفايه عليا اللي بيحصل في المستشفى مش دلوقتي هنا وهناك يا ابني. احتفل كده في دماغك. تاني جت عليك ايه يا عم؟ تبقى انت والست اللي بتقول لي فك الغرزه لوحدها. تاني تثبيت الجنين. انا كنت بحكي لكم قصه، يعني انا حكاويه كلها راحت هذا. ايوه والله يا بنتي محترمه يا بنتي. اول حاجه تيجي في دماغك تثبيت الجنين في بطن امه بروجستيرون. وكنت بحكي لكم ست دخلت عليا قالت لي يا دكتور كنت شغال في الصيدليه زمان وطردت منها الحمد لله. كان في حد اكسباير رميتها في الزباله. المهم عمل ايه بقى؟ كانت جت واحده مره بتقول لي عايزه دخلت عليها سنين ستات مره واحده بتقول لي هات لي الجوز تثبيت الحمل. ما كنتش اعرفه الصراحه. ايه الجوز تثبيت الحمل ده؟ الجوز بيدخل فتحه الشرج مع البيبي والكاكا يثبت الحمل. ايش جاب لي جاي؟ فما كنتش فاهم القصه بتاعتي، كنتش درست ازاي بنتصل الادويه وكده. فقالت لي يا دكتور في جوز تثبيت حمل، فدخلت كده كتبت جوز تثبيت حمل. طلع دواء اسمه برونتوجيست، لجوز كده في علبه خضراء كبيره. يا ابني لا يجي لك اوتومبيل ياكل دماغك. خلاص؟ ففي جوز اسمه برونتوجيست، رحت جبته لها من عراف. قالت لي الماده الفعاله بتاعته طلعت ايه؟ بروجستيرون. بس انتوا ايه حامل بتاخد لجوز تثبيت حمل اسمه برونتوجيست، مادته بروجستيرون. بعدها بدقيقتين لقيت واحد بتقول لي هات لي ياسمين العراف. ايه ياسمين العراف دي؟ طب ما فيش ياسمين، هات لي جينيرا. ايه جينيرا دي؟ ما كنتش بقى مذاكر الحاجات دي، بتاع الله حكايتي. فرحت قريت وعرفت ان في ياسمين وجينيرا دول حبوب منع ايه؟ حمل. حبوب منع الحمل بيبقى فيها في حاجات بروجستيرون بس، وفي حاجات بروجستيرون واستروجين، وفي حاجات بتبقى استروجين بس دي الخمر. طيب ركز معايا، ما انت عايز تثبت الحمل محتاج مين؟ استغفر الله العظيم يا رب. كل ده بنقوله في طفل عارف السيره؟ عادي علم. سنه كام هي؟ الكلام ده كله في ثالثه اعدادي. كان في درس في ثالثه اعدادي ما خدتهوش، عشان الدكتور في ثالثه ثانوي. ايه؟ طب يلا يا مارك جاوب لنا السؤال، ايه اللي هيثبت الحمل؟ اولا بطانه الرحم اللي انا مش شايفها هنا دي تقريبا، وعندك الجسم الاصفر اللي هو مديله بي. طب ليه الجسم الاصفر؟ عشان يطلع ويثبته في مين؟ في بطانه الرحم. انا محتاج حاجتين، محتاج بي ودي. وصلت؟ مين فاكر الجسم الاصفر ده لو ست مش حامل هيبقى ايه؟ جسم ايه؟ ابيض بيضمر، يبقى جسم ابيض. طيب يا ابني البي اف نخلص. الشكل الذي امامك، يلا مين هيدفع 20 جنيه؟ 20 جنيه؟ 20 جنيه؟ فايقه؟ ايوه انت انا نفسها مش شايف. خلاص. طيب الشكل الذي امامك يوضح احدى التقنيات مستخدمه في المساعده على الانجاب. لن يحدث اكتمال الانقسام الميوزي، او اين يحدث اكتمال الانقسام الميوزي. يعني امتى يكتمل الانقسام الميوزي؟ في ميوزي اول لما البويضه بتتحرر، الثاني امتى؟
والحيوان المنوي يقابل ايه؟ تقابله فين ان شاء الله؟ فين؟ رقم 2. 2 ولا 3؟ 2 فين؟ في لحظه الاخصاب. خلاص؟ ده بقى اسمه زايجوت. طب ده اللي انت دخل بابره تحطه اسمه ايه؟ توتيه. يبقى دي توتيه، ده زايجوت، ده حيوان وبويضه. تاني حيوان وبويضه، توتيه، زايجوت، توتيه. مين اللي حول دي لدي؟ الجسم المركزي بتاع مين؟ عنق الحياه المنوي. خلاص؟ طب عايزين نفكر في سؤال تاني. الابره دي ممكن استخدمها في ايه تاني؟ الابره الطويله دي. حشرة المن. يا دي حشره المن. في الجنين، فاكرين لما حبينا نعرف ان الجنين عنده عيب خلقي كنا بندخل نجيب من الامنيوني ولا السلي؟ السلي. خلاص؟ ناخد منه خليه ونحللها. ده جزء من الجنين، لو طلع فيها مشاكل في الكروموسومات اعرف ان عنده مشكله. يلا شباب يا ابني اله يا رب. فين 10 جنيه مارك 10 جنيه. دفعت انت 10 جنيه قبل كده؟ كذاب يا مان. انا دفعت كذا مره مفيش غير كذا مره يا بطل نصب يا طب خلاص مش نفعت. الشكل الذي امامك يوضح تركيب الجهاز التناسلي لانثى انسان بالغه بعد. وانا لميتها مره واحده يا نصاب؟ ما لميتش المره اللي فاتت. ما لميتش. الشكل الذي امامك يوضح تركيب الجهاز التناسلي لانثى انسان بالغه. دي اول نقطه. بعد استئصال المبيضين جراحيا شالوه. اي من الاشكال التاليه يعبر عن شكل بطانه الرحم عندما يكون مستوى الاف اس اتش عند هذه الانثى في اعلى مستوى. طيب عندنا الست عين شالوا منها ايه دلوقتي؟ المبيضين. انا عايز اكبر الرسم عشان انا مش شايف معاكم ايه. شايفين حاجه؟ دي باينه فيها نقط صح؟ باينه. بصوا اكبرها لكم. اول واحده السهم باين. طيب اهو بصوا معايا. دي شايفين الشكل هنا في سنه بطانه رحم. دي بطانه عاديه. هل زاد سمكها؟ ما زادش. ايه الفرق بين الرسمه دي ودي؟ دي فيها زياده سمك. هل ينفع المشهد ده بعد ما انت شلت المبيض اللي بيجيب البروجستيرون؟ ما ينفعش. شطبت دي ودي نفس الكلام فيها زياده فين؟ في السمك. ركزوا انا بقارن الطبيعي الرحم بتاعها قبل ما اشيل او اهو بعد ما اشيل. هل ينفع بعد ما اشيل على طول الاقي سمك بتاعت الرحم بيزيد ومفيش بروجستيرون اصلا؟ فشطبت ب وشطبت مين؟ د. هنا شايفين في جيم في ايه نازل نقط؟ مين اللي نازله؟ دم. خلاص؟ طيب هو هينزل دم ازاي وهي ما عندهاش هرمونات اصلا؟ يعني مفيش بروجستيرون بيزيد ويقل ومفيش سمك بتاعت رحم زاد. هل هنا كان في سمك بتاعت رحم عشان لما اشيل يقل البروجستيرون فينزل السمك؟ ما كانش في سمك اصلا. البطانه دي ما بتتهتكش العاديه. مين اللي بينزل؟ السمك اللي زاد بسبب البروجستيرون. طب ايه اللي بيحصل في واحد؟ نفس الحاجه هي مفيش تغير. ليه مفيش تغير؟ لان اللي كان بيغير في بطانه الرحم في سمكها رايح جاي مين؟ بروجستيرون ما بقاش موجود فهتفضل زي ما هي. حد فاهم حاجه قصدي ايه؟ السؤال ده صعب شويه. دورة الطمس هتحصل امتى تحصل دورة الطمس؟ لما الاستروجين يبدا وبعدين البروجستين يبدا يبني او يزود سمك بطانه الرحم فتدخل بطانه الرحم فين البروجستين فاللي تاني كله ينزل فانت ما عندكيش اصلا تخن في بطانه الرحم هتنزل ليه؟ وصلت؟ طب هو انت عارفه الستات شباب المعلومه اللي جايه دي مهمه بقى قوي. في حاجه في الستات الكبار بيسموها اوفيريان فيلير. يعني ايه اوفيريان فيلير؟ او ليها اسم تاني برضو عايز افتكره. معناها بالعربي ايه؟ ان الاوفرز المبايض وصلت الى مرحله عدم العمل. يبقى اي ست هتوصل لسن اليأس المبايض بتاعتها بتتوقف عن العمل وبالتالي ما بتطلعش استروجين ولا بروجستيرون. هل الست بعد سن اليأس يجي لها دوره؟ لا ما بتجيش. ده ردا على سؤالك بطريقه ثانيه. خلاص؟ ايه؟ سن اليأس انت معاك. بص هي ملهاش سن. عايز علمي في ستات خلفت فوق ال 55 عادي جدا. خلاص؟ طبعا. ماشي؟ سن اليأس اصلا من 45 ل 50 ده علميا.
بس في احداث بتحصل تشذ عن القاعده. في ست مره جايه حامل وهي 55 سنه. ماشي؟ بص بقى السؤال، ازاي يا عمي ربنا يعمل لها معجزه؟ سؤال قربنا نخلص بقى. بص بيقول لك ايه؟ الشكل اللي امامك يوضح عمليه تعقيم بايه؟ ربط قناه فالون. اشكال بيانيه يعبر عن التغيرات التي تحدث في قناه الرحم عند هذه الانثى. هل بطانه الرحم بيحصل لها تغير لما تربط قناه فالون ولا الهرمونات موجوده؟ موجوده بس هتاخد الدوره الطبيعيه. ايه؟ هل دي دوره طبيعيه؟ تنزل من اول اليوم الخامس لحد 28 بتتهدى بطانه الرحم ولا ثابته ولا بتطلع وتزيد عادي الطبيعي بتاعها ولا ثابته؟ دي الطبيعيه، دي الطبيعيه، الدوره الطبيعيه بتاعتنا العاديه جدا. خلاص؟ هل ده صعب؟ خلص بس انا خلصت الرحم هوقف هنا. ماشي. طيب ان شاء الله اول سؤال بيقول لك ايه كده؟ الرسم الذي امامك حدد ما النتيجه المترتبه على هذا التغير. الاول انا علمت لكم قاعده مهمه جدا. ده كروموزوم ولا تتابع قواعد؟ لا ده كروموزوم بس كاتب حروف ابجديه ولا قواعد نيتروجينيه؟ قواعد. يبقى التغير طفره جينيه. لكن لو كتب حروف A B و C فهتبقى طفره ايه؟ صبغيه. يبقى دي طفره ايه؟ جينيه. سهله جدا اهي. بصوا بقى الشكل ده يا بنتي. خلاص بقى استفزاز. محدش يتكلم. الاشكال التخطيطيه الاتيه حدد منها مين بيعبر. اللي توصلت لي فرانكلين قالت ان الدي ان ايه في شكل لولب، القطر بتاعه بيقول ان هو في شكل لولب، وان من بره هيكل سكر فوسفات ومن جوه القواعد النيتروجينيه. شكرا على الكلام. طيب هيكل سكر فوسفات خط اسود، قواعد نيتروجينيه الخط الاحمر ده، هل هو عمل كده قواعد نيتروجينيه ولا عمل كده بس؟ عمل واحد ولا اثنين؟ اثنين. خلاص؟ طيب اولا هل القواعد من بره ولا من جوه؟ يبقى دي غلط كلها. دي حاجه ثانيه من بره، دي غلط. بقت معاك دي ودي، هتختار واحد ولا اربعه؟ طيب ما عمليش دي كده. دي الشكل ده القاعده النيتروجينيه نفسه، ما كانش في حته الخط ده، ففي حته زياده دي مش تبعه، فدي غلط. سهل ولا صعب؟ ده سؤال ديني يعني. مع السؤال اللي فات ما كنتش شايف فيه صعوبه بصراحه. ماشي؟ اللي بعده الناس اللي تحت منهم لله. الشكل المقابل. يا الله بجد، يا الله على الاستفزاز. انا مش قايل اوروبا. طيب خلاص بقى. الشكل المقابل يوضح احد البلازميدات الطبيعيه الموجوده للبكتيريا لها القدره على مقاومه احد المضادات الحيويه اللي بيبقى مكتوب جنبها ار. دي فاكرين البلازميد بيبقى فيه ار يعني ريزيستنس، يعني بتقاوم الانتيبيوتكس، عشان احنا بنقتل البكتيريا بايه؟ نقتلها بمضاد حيوي. تم استخدام هذا البلازميد لنقل جين هرمون النمو الى احدى سلالات بكتيريا اشيرشيا كولاي. منزوعه البلازميد مع عدد الصفات الجديده اللي سوف تظهر على بكتيريا اشيرشيا كولاي. تاني من قرايه السؤال بيقول لي ان ده بلازميد موقع جين مقاومه احد المضادات الحيويه. الحته دي كان فيها ار. قرايه السؤال ده هي فيها التركه. يوضح احد البلازميدات الطبيعيه الموجوده لبكتيريا لها القدره على مقاومه احد المضادات الحيويه. يبقى البلازميد ده جايبينه من بكتيريا بتقدر تقاوم المضاد الحيوي. تم استخدام هذا البلازميد لنقل جين هرمون النمو الى احدى سلالات بكتيريا اشيرشيا كولاي. يبقى انا جايب البلازميد ده من بكتيريا مريم رفعت، وجايب الجين ده من كائن بتاع هرمون النمو، فعندي حاجتين جداد هاخد الاثنين البسهم في بعض واحطه في بكتيريا اشيرشيا كولاي. يبقى انا نقلت البكتيريا اشيرشيا كولاي كام صفه جديده؟ اثنين، الجين الخاص بهرمون النمو والبلازميد اللي هي ما كانش عندها منه، لان هي قال لك عليها ايه؟ منزوعه البلازميد بتاعها، فحطيت لها بلازميد جديد. ما تحط لها كام حاجه جديده؟
2 مع عدد الصفات الجديده اللي بتظهر على بكتيريا اشيريشيا كولاي هتبقى 2. لو انت ما قريتش السؤال ده هتغلط فيه، يعني ما قلتوش بتبعهم. قال لك هي منزوعه البلازمين وده بلازمين بتاع بكتيريا ثانيه حطيته جواها، فانت كده اديتها بلازمين واديتها جين هرمون النمو بتاع كائن، يبقى خدت كام حاجه منك؟ 2. فهمت حاجه يا مارك؟ طب السؤال اشمعنى بكتيريا اشيريشيا كولاي مطلعين عينيها بنحط جواها ونشيل ونزيد ونعمل ايه؟ مش ما عندهاش انزيمات قاطعه، مش هتضايقنا في التجارب. طيب الرسمه دي اتكررت كتير في الامتحانات، فانا هتناقش فيها في كل حاجه. خلاص؟ الرسمه دي بتاعت الورقه اللي فوق دي خلايا البشره، بتتكون من خلايا باراشيميه. يبقى البشره خلايا ايه؟ الخلايا دي شفافه ما فيهاش بلاستيدات خضراء. مين اللي واخده بلاستيدات خضراء؟ ده النسيج الميزوفيلي، باسم حاجتين عمادي واسفنجي. مين فيهم فيه بلاستيدات اكتر؟ بلاستيدات، به بلاستيدات اكتر، فده بيعمل بناء ضوئي بشكل اسرع او اكتر. طيب حد واخد باله ايه دي؟ بيسموها غرف هوائيه، بيتم من خلالها خروج او تبادل الغازات. خلاص؟ وده بيبقى اخراج في النبات عن طريق الثغور، دي حاجه مهمه. يبقى خلايا البشره في فوق وفي تحت. مين الطبقه اللي فيها ثغور اكتر؟ اللي تحت. خلاص؟ دي اول ملحوظه. خلايا البشره خلايا باراشيميه مرسب عليها بيوتين، ماده شمعيه بتقلل خروج الميه. بتمثل كام في المية من النتح؟ 5% بس. امال النتح اللي طالع من الصهور كان كام في المية؟ 90. في نتح تاني بقى اللي هو العديسي اللي بيبقى في الصخر الخشبيه. طيب ركزوا معايا تاني. هذه الخلايا الاسفنجي عدم انتظام شكلها سبب وجود غرف هوائيه. خلاص؟ طب السؤال ايه بقى بعد كل ده؟ الكيوتين دي دعامه تركيبيه او دعامه تركيبيه ومناعه تركيبيه موجوده اصلا. خلاص؟ فلا علاقه لها باي تغيرات بتحصل ان هي ثابته. فهو بيقول لك ايه؟ امامك قطاع من ورقه اي المواد المناعيه التاليه يمكن وجودها في الخلايا 2 و3. الخلايا 2 و3 العمادي والاسفنجي. هل كيوتين بتاع خلايا البشره؟ فشطبت اول اختيار. سيلولوز وكيوتين قلنا دي مش هيبقى فيها كيوتين، فاي اجابه فيها كيوتين هتعمل لها ايه؟ شطبتها. جاوبت السؤال من مجرد ان انا عارف الكيوتين بيتحط على خلايا ايه؟ البشره. فاتبقت مستقبلات وسيفالوسبورين. المستقبلات دي موجوده على اسطح الخلايا، بتزيد وقت اي اصابه. والسيفالوسبورين دي ماده بتطلع بتقاوم، دي احماض امينيه غير بروتينيه بتقاوم فبتشتغل جوه الخلايا. صح ولا مش صح؟ عندك طريقتين، يا اما تجاوب بالطريقه العلميه انت واثق الاثنين دول موجودين، يا اما انت بتجاوب بطريقه سريعه جدا. الكيوتين لا يوجد الا في خلايا البشره اللي فوق، لان لو كان جوه خلايا البشره الخلايا اللي تحت دي كان هيمنع دخول الميه بين الخلايا والخلايا كده هتموت. مش منطقي. وصلت؟ ففي حد هيجاوب بسرعه وفي حد هيجاوب ببطء وفي واحد ايه ده الورقه دي من سنه ثانيه مش عارف اجاوب السؤال ويتخض. حبيبي الموضوع ابسط من كده بكتير. فهمتوا حاجه؟ ما تتخضش وابدا اقرا السؤال وشوف انت خدت ايه معلومات في ثالثه حطها على الرسم. حط تاني في طريقه عبيطه جدا للحل. زمان في ثانويه عامه النظام القديم كان يجيب سؤال فيه كلمه في صفحه، كنا ناخد الصفحه كام بس نحطها له. في طلبه كانت بتعمل كده، كانوا بيطلعوا مقفلين الامتحان بيجيبوا درجات نهائيه. كنت بستغرب عليهم ازاي. انا كتبت الصفحه كلها، يا ابني ما كانش عايز كله، بس هو شاف الجمله دي اتقالت في انهي صفحه راح حاططها. انت خليك ذكي، ايه المعلومات اللي خدتها عن الرسمه دي؟ ايه المعلومه اللي عندك؟ انا عندي خلايا البشره بترسم عليها كيوتين، والله مش فاكر دول او عندك ما افتكرتهم يا عم، بس ما فهمش ايه؟ خلاص جاوبت السؤال. حد فهم انا عايز اقول ايه؟ مش لازم يبقى عندك المعلومات كامله عن السؤال عشان تجاوبه، ممكن تجاوبه بذكاء. خلاص؟ السؤال ده صعب؟ ده سؤال جه في الامتحان. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بيجيب نفس السؤال. ايه اللي حصل؟ الدنيا لو اتملت ولا ايه؟ طيب بيقول لي اي التطبيقات الاتيه تعتمد على تكنولوجيا دي ان ايه معاد الاتحاد. فاكرين دي ان ايه معاد الاتحاد البلازمين كنا بنحط له ايه هنا؟ جين. التعرف على موقع جين الانسولين على الكروموزوم احنا كنا بنستخدمها في كده.
ولا لا الجين استضافه البكتيريا العقديه لنبات القمح، انا عايز انقل الجين واحطه في مكان تاني فبجيب البلازميد وادخل البلازميد في المكان ده فبقدر استخدمه، بدليل ان احنا كنا بنصنع الجينات اللي فيها نقص، فدي نقل تمشي. التعرف على تتابع النيوكليوتيدات في جين الهيموجلوبين، احنا كنا بنستخدم البلازميد نعرف التتابعات بتاعت النيوكليوتيدات حصلت؟ لا. عزل جين لون الياقوت الاحمر من كروموزوم الدروسوفلا، هي فكرته العزل ولا انت فكرته تصنيع جين ونقله؟ يبقى فكره البلازميد العلماء استخدموها في ايه؟ شاف انت عندك مرض ايه ناقص عندك في جين، فانا هجيب لك الجين ده وانقله لك من خلال البلازميد، اصنع واحط لك. ايه الجهاز بديل البلازميد؟ تصنع بيه؟ البي سي ار. بالمناسبه البي سي ار ده ممكن تسمع عنه لو حد عنده فيروس سي يقول لك اعمل لي بي سي ار. بيشوفوا كميه الفيروس الار ان ايه في الكائن. وفي حاجه حصلت نزلت على ايه؟ ماشي. في السؤال. اذا احتوت قطعه من جزيء دي ان ايه على 200 نيوكليوتيد، ده سؤال عبيط جدا. قطعه من دي ان ايه فيها كام نيوكليوتيده؟ 200. وكانت نسبه النيوكليوتيدات اللي تحتوي على، تعال نعمل كده، مين يقول لي القطعه يعمل خط ولا 2؟ 2 يعني هنا 100 وهنا ايه؟ 100. وكانت نسبه النيوكليوتيدات اللي تحتوي على القواعد النيتروجينيه الادينين في هذه القطعه 15%، اذا الايه 15 فين؟ مين زيها؟ التي. كده 30% صح؟ باقي كام؟ 70. 35 و سي وجي. خلاص؟ مع عدد الروابط الهيدروجينيه التي توجد بين القواعد النيتروجينيه. سأل على مين دلوقتي؟ الروابط اللي هي كانت بين السي والجي 3 وبين الاي والتي 2. ف2 في 15 زائد 3 في كام؟ 2 في 15 ب 30. 3 في 35 كام؟ 90 و105 صح؟ يبقوا كام؟ 135. 135. لا يا عم احنا حسبناهم صح ولا غلط؟ سي دول 3 في كام؟ 3 في 35. لا سوري احنا بنقول دي 15%، ركزوا دي 15%. هتمسك ال 15% من مين؟ هقول لك على حاجه. طيب ايه الغلطه اللي انا اكتشفتها دلوقتي؟ في رقم مديهولي ال 200 انا ما استخدمتوش، فانا اتلهيت ان ده فكرت ان دي 15 ايه، بس هي مش 15، هي 15 فين؟ في المية. طب هعمل ايه بقى؟ الايه 15%، اقول 15 على 100 في 200. اشيل دي كده مع دي ودي مع دي، يبقى الايه طلعت كام؟ 30. يبقى الايه 30، التي 30، كده 60 من كام؟ من 200. باقي كام من ال 200 كده؟ 140. 140 يبقى 70 صح؟ سي وجي 3 اتنينات، 2 في 30 60، 3 في 70 210 يبقى 270. وصلت؟ في 270 اهي. خلاص؟ تاني يا شباب ما نتسرعش نشوف دي مكتوبه ايه. انا قريتها في الاول 15 قاعده، هي مش 15 فين؟ في المية. وصلت؟ نصيحه ما تجيبش كله بالمية، هات ال 15 الاول بالرقم عشان ما تلخبطش. 15% هاتها هي الاول بارقام اللي هي كام نيوكليوتيده، وابدا العب على ال 200، ما تلعبش على ال 100%. وصلت؟ لكن لو كان سال على ال 100% كنا قلنا حاجه ثانيه. بيقول لك ايه هنا؟ دول كذا سؤال. ادرس الشكل المقابل. ادرس الشكل الذي يوضح احدى صور دي ان ايه الذي يمكن استنتاجه حول نوع الكائن الحي الذي يحتوي على هذا الكائن. ده دي ان ايه؟ كروموزوم ولا ملتف حول نفسه؟ ملتف حول نفسه ولا دائري؟ ده شكل ايه؟ ممكن يبقى بلازميد. خلاص؟ طيب احد الفيروسات، هل الفيروس فيه شريطين؟ هل احد حقيقيات النواه اللي بيبقى كروموزوم؟ هل احد اوليات النواه ولا قد يكون احد اوليات النواه او حقيقيات النواه؟ تاني، هو اللي قدامك ده الدي ان ايه ولا البلازميد؟ عرفت منين؟ شكله ايه؟ دائري. بكام شريط؟ 2. اولا ده بلازميد، انا بلاقيه فين البلازميد؟ بلاقيه في اوليات ولاقيه في بعض الحقيقيات اللي زي مين؟ زي الخميره. فمين الاجابه الادق؟ هل هو في احد اوليات النواه ولا قد يكون احد واحد؟ هنختار مين؟ احد واحد. خلاص؟
ادرس الشكل الذي يمثل قمة نامية لأحد النباتات تم معاملته بالكولشيسين ثم حدد أي المناطق لن تنجح خلاياها في النمو لإنتاج ثمار كبيرة الحجم، يعني خلاياها دمرت. في أرقام مش باينة هنا، راحت فين؟ ما خلاص فصلوا. بصوا في 1 و2 و3 و4 مش باينين في الصورة، 1 2 3 4. لو دي القمة الأولى دمرت بالكولشيسين، دي مش هتنشط، مش هتقدر تنمو، مين اللي بينشط تحتها؟ طب لو السؤال بصوا هنا جه ايه؟ قال لك مين خلايا مش هتنجح في النمو؟ هتختار مين؟ 1. طب مين خلايا هيحدث فيها تضاعف؟ وده جه سؤال تاني في امتحان تاني، 2. فهمتوا السؤال ممكن تلعب فيه ازاي؟ اللي كان معلومة عندك انت لما خدت دي عامل دي بالكولشيسين دمرت، مين طلع تحتها بمتضاعف؟ دي قمة نامية بتضاعف. السؤال هنا ما جابش مين اللي تضاعف، جاب مين اللي خلاص باظت، اللي هي اللي فوق. مين اللي تتضاعف؟ اللي تحت. فهمتوا؟ اتلعب عليه بطريقتين في امتحانين. الحته اللي بتتخضوا منها ايه؟ وسؤال كمان، يبقى دول سؤالين. بيقول لك ايه؟ الشكل المقابل مجموعه من البلازميدات وقطع دي ان ايه سبق معاملتهم بنفس انزيم القصر البكتيري. ركزوا بنفس الانزيم دي. فاذ لم تتواجد انزيمات الربط خلال تلك العمليه، مفيش انزيمات ربط، خلاص هي بتربط مين الربط دايما؟ تساهميه ولا هيدروجينيه؟ تساهميه، وكنا بنقول الهيدروجينيه بتمسك لوحدها. فمفيش انزيمات ربط، فمين اللي هتتكون ومين مش هتتكون؟ هنا لما ترميهم على بعض الهيدروجينيه هتمسك بس مفيش تساهميه هتمسك. ما الذي تتوقعه بالنسبه لارتباط هذه القطع؟ تتكون الروابط التساهميه ولا مش هتتكون؟ تتكون كل التساهميه الهيدروجينيه غلط، الهيدروجينيه فقط تمشي، لا تتكون اي روابط غلط. خلاص؟ ده دليل ان الهيدروجينيه بتتكون لايه؟ لوحدها. قالوا عليها هيدروستاتيك بوندز. يعني ايه هيدروستاتيك؟ يعني بتكون كده مجرد ما ترميهم جنب بعض يمسكوا في بعض، مش محتاجه حد يا بنوب يخليهم يمسكوا في بعض. ماشي؟ السؤال ده صعب؟ الناس كانت مستطعبه الدي ان ايه، هل الاسئله بتيجي بعك كتاب الامتحان يعني بالصعوبه بتاعته ولا اسهل؟ شايفين ايه؟ شايفين ايه بجد؟ طيب السؤال ده كانت فكرته قديمه برضو. ادرس شريط الام ار ان اي الذي امامك ثم حدد اي الاجزاء ترتبط مع مضاد الكودون. ترتبط مع مضاد الكودون. لازم تعرف في كودون بدء وكودون وقف وتبقى حافظهم كويس. ولازم تعرف ان كودون الوقف ما بيمسكش مع تي ار ان اي، يعني ملوش مضاد وملوش حمض امين. هنا هل في الكودون البدء لقيته هنا يبقى دي البدايه، اي وجي ده البدء، فده هيمسك يبقى ليه مضاد كودون اللي هي صاد، صح؟ بعده حته عين، والله انا شاكك ان العين دي ممكن تبقى الديل، ايه ممكن تبقى الديل، بس تعالوا نمشي يمكن يقابلنا حاجه تقول ان هي مش الديل. قابلني مين بعدها؟ يو ايه ده كودون ايه؟ واقف، يبقى دي النهايه. فدي مش دي الديل اهو، ده الديل، يبقى دي ليها مضاد كودون عين. فهمتوا حاجه؟ يبقى كام حاجه اللي هيبقى ليها مضاد كودونات؟ الصاد والعين. تمام؟ اللي بينفخ ويفش اللي ربنا يغفر، اللي نفخ بقى دي بقى العبد لله كان بيحطها كل شويه في سؤال اهي جت في امتحان. بيقول لك ايه هنا؟ ما العمليه اللي تستخدم فيها التركيب الموضح؟ ده شكل ايه بقى؟ النيوكليوسوما. فاكرين لما قلت لكم الدي ان ايه ممكن يتضاعف وهو في شكل نيوكليوسوما؟ جت اهي في امتحان. دي جمل كانت بين سطور، ما كانتش جت في اسئله قبل كده، ما كانش حد بيعلق عليها، جت في امتحان. فلما اقول لك في اسئله بين سطور هو ده فكر بيحط امتحان بامانه، هو ده فكره. خلاص؟ هل تضاعف الدي ان ايه في الخلايا البكتيريه؟ اولا البكتيريه ما فيهاش نيوكليوسوم اصلا، الدي ان ما بيلتفش فيها، مرمي، مش متحوط ببروتينات هيستونيه وغير هيستونيه. التركات الثانيه اللي احنا خدناها عليها وما جاتش قبل كده، الدي ان هنا ملفوف حوالين البروتينات الهيستونيه وعامل لف 10 مرات. مسك في بروتينات وهو بالايجاب والسلب، موجب مع سالب، فروابط ايه؟ ايونيه. دي تركه ما جاتش. خلاص؟ طيب انقسام الخلايا ده تضاعف دي ان ايه في الخلايا البكتيريه؟ غلط. انقسام الخلايا البشريه، الخلايا البشريه بتنقسم الى نيوكليوسومات ولا الدي ان ايه بيبدا ينقسم فردتين؟ ده مش المنظر. انقسام الخلايا البكتيريه ولا البشريه؟ تضاعف دي ان ايه في الخلايا البشريه؟ بشريه معناها ايه بالنسبه لك؟ حقيقيات نواه. السؤال اللي بعده، الشكل المقابل بيوضح عمليه تضاعف الدي ان ايه بفرض ان انزيم اللولب يقوم بفصل شريطي الدي ان ايه، بيفصل شريطي الدي ان ايه
بدايه من A حتى D، ما الترتيب الصحيح لاتجاه عمل انزيم البلمره في الشريط الدي ان ايه القالب 5-3؟ القالب الحلو ولا القالب الكخه؟ 5-3. الوحش اللي بيبني ايه؟ بشكل ايه؟ قطع. طيب انا اهو ماشي كده 3-5 قدامي، ده حلو ما عنديش، مش هو السؤال عليه، انا سؤالي على 5-3. تبني ازاي؟ دي اول حته انت بنيتها، بعدين تبني كده، وبعدين ترجع تبني ايه؟ كده، وبعدين ترجع تبني كده. مين اللي هيربط؟ الربط. يبقى اول حاجه بنيتها بي اي ثم سي بي ثم بي سي. فين بي اي؟ بي اي ثم سي بي سي دي سي. عارفين معضله السؤال ده في ايه؟ معضلته ان هو كاتب بالانجليزي، انا هبدا منين؟ دي مش عارف هو في الامتحان في الورقه الورقه الاساسيه كان كاتبها ازاي؟ حد فاهم انا قصدي ايه؟ يعني انت هتقرا من هنا، في طالب عيني ممكن يقرا من هنا يقول لك دي سي ثم، ممكن تحصل صح؟ والله ممكن تحصل، دي معضله كبيره وعنده حق مش غلطان. حد فاهم انا قصدي اوصل ايه؟ فانت مش هتقرا من هنا، انت هتقرا من هنا عادي بي اي ثم، عشان في كلام بالعربي، ما دام في كلام بالعربي هتقرا منين؟ من اليمين للشمال. طبعا دي لو غابت مشكله في التمافصل مع الضلع، مش سؤالنا. الشكل المقابل يعبر عن ساق نبات تمت معالجته بحمض النيتروز. شايفين السؤال ده؟ اخش السؤال اللي كان من شويه عامل كده. قال لك تم معاملتها بحمض النيتروز، حدد اي المناطق قد يحدث بها عدم تكون غشاء فاصل. يعني ايه معناها الجمله دي؟ تضاعف صلب. انهي واحد؟ ايه ولا بي؟ بي. وصلت؟ طب مين اللي باظت؟ سيدي غلبان مالهاش علاقه بالقصه بتاعت الدرس ده. السؤال ده اتكرر بطريقتين مالهم؟ ايه؟ عشان الغشاء الفاصل مش اي خليتين كده، خليه اهي هتتقسم تبقى 2، مش في غشاء فاصل يبقى بين الاثنين عشان دي تبقى خليه دي خليه. ده لو ما تكونش كده وبقيوا كده زي ما هم كانها خليه واحده، فالماده الوراثيه قبل الخليه ما تنقسم تضاعفت، فالمفروض ينفصلوا عن بعض ويبقوا خليتين، بقوا خليه واحده زي ما هم، بس هي فيها الماده مالها متضاعفه، فالخليه حصل فيها تضاعف صبغي. وصلت؟ في حاجه ثانيه تخلي في تضاعف، الخليه انقسمت بس ما ولسه فيها تضاعف، يعني الخليتين بقوا 2. لا مش فاهميني، بصوا الحته دي خطيره برضه، ركزوا في دي. بص يا سيدي، عندك خليه اهي ممكن يحصل فيها مشكلتين مختلفتين يا استاذ بولا. دي خليه اهي قبل الانقسام ال 46 كروموسوم بيبقوا كام؟ 92 لو هي 2 نور. في مشكلتين ممكن يحصلوا، ان ال 92 كروموسوم هم 46 بس كل واحد بكام فرده؟ هم ال 46 ابو فردتين راحوا الجنب ده، فسابوا الجنب ده ايه؟ فاضي، فالخليه اتقسمت نصين، بس جنب فاضي وجنب ماله؟ مليان. الغشاء الفاصل تكون ولا لا؟ تكون، بس المشكله ان هما الاثنين الفردتين الكروماتيد ما فصلوش عن بعض، يبقى السبب عدم انفصال الكروماتيدات، فدي بقت 4 نون ودي بقت 0 نون. طب ممكن يحصل حاجه ثانيه، ايه اللي ممكن يحصل؟ الغشاء الفاصل ده ما تكونش، فظلت خليه واحده والماده الوراثيه جواها متضاعفه. مين لقطها؟ عندك مشكلتين، يا اما الغشاء الفاصل ما تكونش، يا اما الكروماتيدان ما انفصلوش وهاجروا كلهم في خليه واحده وسابوا الثانيه فاضيه، يا اما اللي حصل التضاعف جم ينقسموا الخليه ما انقسمتش، ما فيش غشاء فاصل، فكله بقى مع بعضه في التضاعف، ما اتقسمتش على 2، بقت واحده. هي خليه مبصبصه بشكلين بس ما فيش غشاء فاصل، بس هي في الاخر هتبقى كام خليه؟ واحده. وصلت؟ اتمنى تكون وصلت عشان السؤال ده لذيذ. هنا اخر كام سؤال وخلصنا. يقول لك ايه هنا؟ توصل العالم عبد السلام جاف بالتحليل الكيميائي للدي ان ايه من مصادر مختلفه ان قواعد البيرميدينات تساوي قواعد البيورينات. اي استنتاجات واتسون وكريك تتفق مع هذه النتائج؟ بيقول لك عمنا عبد السلام ده ان الدي ان ايه من مصادر مختلفه درسوا لقى ان البيرميدينات بتساوي قواعد البيورينات. اي استنتاجات واتسون وكريك، هو ربط اللي هو وصل له بواتسون وكريك. فاكرين احنا قلنا ايه واتسون وكريك؟ سلم درجاته متساويه متعاكس ملفوف لفات. هل احد شريطي دي ان ايه في وضع معاكس للاخر هو السبب؟
يحدث ارتباط بين الاي والتي وبين السي والجي، عشان كده البيورونات بتساوي البيريميدينات. منطقيه طبعا. يلتف الدي ان ايه مره كل 10 يبقى ايه يا عم الكلام ده؟ هيكل سكر فوسفات جانبي السلم. ايه اللي يخلي فيه تساوي؟ ان الاي قد التي وبي والسي. ده سؤال عبيط جدا. خلاص؟ انت ليه بتدي دي ولا كده؟ طيب ايه رايكم في المنظر ده؟ كم رابطه؟ كم رابطه؟ 3. فاكيد يا سي وجي، دول سي وجي، مين فيهم حلقتين؟ انت عندك مين البيورينات اللي حلقتين؟ الجي، يبقى دي ودي السي. افتكرهم تاني، الاي والتي سوسه حلقه واحده، اما الجي والاي طيبين بيورينات، فدول حلقتين. خلاص؟ طيب هو عايز مين؟ سيتوسين وجوانين. خلاص الاجابه واضحه. ايه؟ سوري، دي واختها السي السوسه والتي والسي. خلاص؟ فاكرين الكلام كويس كده عادي. هل ده سؤال صعب في الدي ان ايه؟ تخيل جايب السي والجي والاي والتي والكلام الفاضي ده؟ هنا بيقول لك ايه بقى؟ يلا عشان عايزين ننجز. شكلكم ميتانين كده في نفسكم بطريقه مريبه بصراحه. الشكل البياني المقابل يا حبيبي يوضح النسبه بين كميه دي ان ايه وكميه البروتين اللي تنتجها 4 خلايا لكائنات حيه مختلفه. ما الذي يمكن استنتاجه بالنسبه للكائن ايه؟ فين ايه؟ كميه الدي ان ايه وكميه البروتين. خلاص؟ A B C D الكائن الحيوي دي الكميه. الدي ان ايه لونه باحمر، ده الدي ان ايه. خلاص؟ اهو. مين بتنتج دي ان ايه اكتر واحده؟ طب مين بتنتج بروتين اقل واحده؟ سي. طيب بيقول لك ايه هنا؟ 4 خلايا لكائنات حيه مختلفه. يعتبر من اوليات النواه، يعتبر من حقيقيات النواه. احنا بنتكلم على ايه؟ ركزوا تاني. صاحب اكبر محتوى جيني، كميه الدي ان بتمثل شفره اقل من 70%. كلمه دي ال 70% دي تعني ايه؟ دي الجمله دي بتساوي جمله ثانيه. ايوه الجمله رقم د دي هي نفس الجمله. مين اللي كميه الدي ان ايه بتمثل منه 70% شفره؟ حقيقيات. فدي كانها دي. انا هعملك مش فاهم حاجه في السؤال، لقيت اختيارين شبه بعض، هو نفس المعنى. شطبت دي وشطبت دي. صاحب اكبر محتوى جيني ده اكبر، امال ده يعمل ايه ان شاء الله؟ شطبت دي. اتبقى لك مين؟ الف. يعتبر من اوليات النواه. والله طب ايه تفسيركم ان ده من اوليات النواه يعني؟ لا جوابها هيبقى خطير. انتوا فاهمين الرسمه دي علاقتها بايه؟ لا والله ما حد اللي هيجيب دي يبقى فعلا اذكى واحد قاعد فيكم. هو ايه ليه دي قريبه من دي وتبقى اولاد نوايا؟ ايه تفسيرنا للاجابه دي؟ انا حليتها وانا عبيط، عملت عبيط، تمام؟ عملت من بنها، مش فاهم اي حاجه في الاحياء كلها. حليت السؤال. ايه تفسيرك ان الاختيار ده اللي انت عايز تختاره بقى وانت ذكي بقى؟ ايه؟ ليه دي بتمثل اولاد النوايا؟ طب ليه دي؟ طب هو مين منهم بتمثل حقيقات النوايا لو انتوا جدعان؟ انت قربت يا ابني ما تنطق. طيب انتوا عارفين الرسمه دي ما هي اللي ايه؟ دي حقيقيات النواه واوليات النواه الخناقه بتاعتهم. مين اللي كسبت في مره واحده؟ الاوليات كسبت في مره واحده وخسرت في كل المعارك. ايه المعركه اللي كسبت فيها؟ ان معظم الدي ان ايه في اوليات النواه يمثل شفره، يعني بيبقى فهو معظمهم كدي ان ايه بقى بروتين. هل كلهم؟ لا. هل اكتر من الطبيعي؟ لا. الجمله دي خطيره. في امتحان انا عامله ليكم ان شاء الله لما تيجوا المره الجايه، كله دوريات في تربيطات. المره الجايه اللي هي في المراجعات قبل الامتحان، ما تبقوش ترغيين. تاني الحته دي خطيره. السؤال ده مش هيقف هنا، السؤال ده مش هيقف هنا، السؤال ده هيتبني عليه اسئله كتير. تاني السؤال ده خطير جدا وهيتلعب عليه، ممكن نلعب عليه 50 سؤال. خلاص؟ هنا الدي ان ايه بتاع اوليات النواه معظمه بقى بروتين. جاي من، عارفين السؤال ده جاي من جمله ايه؟ معظم الدي ان ايه في اوليات النواه يمثل شفر. بص بقى المنظر اللي جاي. طب ولا يقول دي
يبقى خطير. مين ممكن تبقى في المنهج؟ السلامندر. والله انتوا اللي قالوا سلمندر دول عباقرة. مين قال سلمندر غير مريم؟ مين اللي قال سلمندر دلوقتي؟ ارفعوا ايديكم اللي قالوا سلمندر. عباقرة يا جماعة، عباقرة، انتوا عباقرة. بقى انتوا كنتوا بالاول كنتوا هتبقى عباقرة اكتر. تاني ركز معايا طيب، فين الدي ان ايه بتاع حقيقيات النواة؟ قال لك حوالي 70%. مين الفرق ما بينهم؟ حوالي 30%. هل دي ولا دي؟ لا دي ده دي 50%، ده دي نص النص. دي يبقى بص والله خطير السؤال ده. بص دي اوليات معظمه يمثل شفرة، حقيقيات حوالي 70% يمثل شفرة. ده ممكن احتمالية سلمندر اغلبه لا يمثل شفرة. معرفش ده مين، ده حوالي مثلا 50% بيمثل شفرة منه، ما عنديش في المنهج ده. خلاص السؤال هو ما يقصدش حاجة بيه، احنا طلعنا منه من معلومات خطيرة دلوقتي. ممكن اعمل ده في رسمة تانية زي اللي عملتها كده، اللي متظل ده يمثل شفرة. الحتة اللي مش بتمثل شفرة دي كام في المية؟ حوالي 30. يبقى دي حقيقيات ولا اوليات؟ حقيقيات. لكن لو عمل كده قال لك كل الازرق ده بيمثل شفرة ما عدا الحتة الصغيرة دي، يبقى دي اوليات. خطير السؤال ده، خطير، وهتنسوه لو جه. فانتك على السؤال ده كويس. السؤال ده هتلاقي عليه اسئله، عمره ما هيجي في دماغك ان الحته بتاعت حله اديني فوله النواه معظمهم بيمثل شفره، بس مش كله، في 30% بس فشلوا، في 70 نجحوا. خلاص؟ انا وصلت لك حاجه بالسؤال ده، ممكن تحله وانت عبيط مش فاهم، ممكن تحله وانت ذكي. فجرب الطريقتين. يا ريت اي حاجه بس تحله عشان مستقبلك ما يضيعش وانت ذكي ولا وانت عبيط، اي حاجه. في الاخر هتجيب بالدرجه، وجبتها استفدت، ما جبتهاش. يحدث لنبات القمح نمو خضري فقط في شهري فبراير ومارس. ما الوسيله التي يمكن بها تحفيز النبات على تكوين الازهار والثمار عند زراعتها في هذين الشهرين؟ رش النبات بغاز الخردل. الله يخرب بيوتكم، هتجيبوا لها طفره. ري النبات على فترات متقاربه. علاقه النمو الخضري، استخدام الاسمده العضويه ولا رش النبات محلول اندول حمض الخليج اللي هو الاكسين. خلاص دي سهله. يلا ده بص السؤال ده، الناس اللي كانت بتسال على الجدول، هذا الجدول الاطلاع فقط. قال لك ايه هنا؟ اسكان مضاد الكودون لاحد الاحماض. اداك مين هنا؟ هي دي التركه، اداك مضاد، هات الكودون منه بقى. سي جي يو، ده الكودون. الجدول ده كودونات ولا مضادات؟ كودونات ولا دي ان ايه؟ لا ده كودونات. فانا معايا الكودون ادور عليه اشوف مين يطلع، يبقى الاجابه صح. مين اللي فيه سي جي يو؟ سي جي يو اهو، ارجينين. بس ده السؤال. تخيل العبط فين؟ العبط، بس العبط ان انت تفكر ان ده الكودون فتروح تدور عليه هنا فتغلط. العبط ان انت تفكر ان انت تروح تجيب الدي ان ايه فده غلط. هذا الجدول فيه كودونات الاحماض، يعني الام ار ان ايه ولا الدي ان ايه ولا التي ار ان ايه؟ يا خرابي، ده الام. ده السؤال كان جديد، بيقول لك ما عدد مواقع التعارف الموجوده بهذا الشكل؟ او من اول الميثايل لاخر الميثايل دي حامه منطقه، فده موقع تعرف، ومن هنا لهنا موقع تعرف، فكم موقع؟ 2. السؤال ده كان جاي جديد ومناقض لكلام الكتاب، ما فهمناش هو جايبه ليه. هنا جاب لك كائن الفسفور، العلاقه بين الفسفور ل4 كائنات. مين بيعبر عن البكتيريا؟ شيل لفظ بكتيريا وحط لي لفظ غيره. اوليات نواه، يعني عندها دي ان ايه مش ملفوف على بروتين، يبقى الدي ان ايه بالكامل في كبريت، لكن سوري في فوسفور ومفيش بروتين ملفوف حواليه، يبقى 0 كبريت. فين المنظر ده؟ اهي. اقروا العك ده اللي مكتوب. دي الاسئله بقى المستفزه اللي فيها كتابه كتيره. بيقول لك اذا علمت انه امكن الحصول على حبات ارز ذهبيه اللون بنقل جين الفا كاروتين. عارفين الكاروتين ده اللي بتلاقوه في اللفظ ده، كاروتين بتاع الجزر والكلام ده، الكاروت من نبات ايه ده اهو كاتبينها من نبات الجزر. طيب اذا علمت انه امكن الحصول على حبات ارز بنقل جين، بنقل ايه؟ جين. يتم اداك ترتيب احداث A وB وC ودي، قال لك رتبهم. خلاص؟ يتم مضاعفه الجين باستخدام جهاز البي سي ار. هو انت تبدا التجربه بضعف الجين ولا الاول تجيب الجين بانزيمات الاول؟
استخدام زراعه الانسجه، انت كده بتزرع زراعه الجين. طب فين الجين؟ استخدام الانزيمات الخاص البكتيريه لفصل هذا الجين. يبقى الاجابه بتاعتك اولها ايه؟ دي. طيب انا شطبت مين من الاجابات؟ شطبت دي. بقى معايا 3 اختيارات. ركز برضو، خليك ذكي. دايما البدايه لو متكرره في كذا حاجه اعرف ان هي الاجابه فيهم. ماشي؟ بالحب الكلام ده. بعد كده هتعمل ايه بقى؟ انت عايز تعمل حبات ارز ذهبيه وعايز تحط في حبات كتير، فانت عايز الجين ده نسخه ولا نسخ كتير؟ هتستخدم جهاز البي سي ار في انهي واحده فيهم؟ في انهي اختيار؟ ايه يتم مضاعفه. في حد تاني فيه ايه؟ مفيش حد تاني. طب بعد كده تعالوا نشوف كده نكمل معاها. سي هتزرع الجين في خلايا بعض الاوراق. اخر حاجه بي هتعمل ايه؟ باستخدام زراعه الانسجه يمكن الحصول على نبات كثيره. تروح بقى توصل لزراعه النبات بطريقه ايه بقى؟ فين في كلمه زراعه انسجه هنا ولا ما اتقالتش؟ اهي خلاص وصلت. اخر خطوه تروح تزرعه فين؟ تزرعه فين؟ لبن جوز الهند. اشمعنى؟ يحتوي على المواد الغذائيه وكلمه ثانيه اللي يقولها يبقى شاطر. ايه؟ الهرمونات النباتيه الاكسيدات. صح. برضه ده سؤال عبيط بس محتاج وقت ان انت تفكر فيه بالراحه. السؤال ده من كتاب البايو كيمستري بتاع كليه الطب. بس هو قال لك المعلومه. اللي عنده اخ في ثانيه طب يروح يدور في كتابه يلاقي دي. بص هنا الحته البيضه دي حلوه اسمها اكزون. هو قالها يا شباب بالله عليكم انا تعبت والله. احد الجينات في الدي ان ايه خلاص، ويوضح اماكن تحمل شفره تسمى اكزون واماكن لا تحمل شفره بتسمى انترون. الكخه انترون والحلوه اكزون. لونها ايه الحلوه؟ ابيض. اللي لونها غامق دي الوحشه. يعني البيضه دي هي اللي هتبقى ايه؟ بروتين. خلاص. حصلت طفره. ما الرسم الذي يعبر عن حدوث عيب في الدي ان ايه يغير البروتين؟ يعني غير البروتين خالص. تفتكر الغلط حصل في اللي بتمثل شفره ولا ما بتمثلش شفره؟ بتمثل. يعني في الحته البيضاء ولا الغامقه؟ البيض. شطب الغوامق كلهم. بتبقى دي ودي. مين اللي مش هيتصلح ويغير البروتين لما يبقى في الناحيتين؟ لكن دي في ناحيه واحده. واحد تاني خلاص انا كده وصلت للاجابه. واحد تاني بيقول لي ايه؟ ادى الى تغيير البروتين. ما شاء الله يا باشا لازم يبقى الغلطه في الناحيتين. دي في الناحيتين لكن دي في ناحيه ودي في ناحيه. شطبت دي ودي. اتبقى دي ودي. واحده في اللي مش بتمثل شفره واحده اللي بتمثل شفره. اختار الغلطه اللي بتمثل شفره عشان تغير البروتين. وصلت؟ هنا بيقول لك ايه المنظر العيب؟ ايه العيب اللي حاصل في الرسمه دي؟ في واحد يعني ما عملش زي الباقيين، اختلف عنهم ما تضاعفش. فايه الخلل في عمليه ايه دلوقتي؟ تضاعف. فحدوث خلل في عمليه التضاعف. مفيش اي حاجه السؤال ده. هنا بيقول لك مين يركب على مين؟ مين يركب على مين؟ تعالى جرب. واحد هيجرب واحد واثنين. بص واحد واثنين هيركب دول على بعض. ايه الغلطه اللي ما ينفعش تركب على بعض؟ ان القاعدتين شبه بعض يركبوا على بعض، صح؟ ايه رايك دي شبه دي يركبوا على بعض؟ خلاص شطبت دي. الاثنين دول ما ينفعوش مع بعض. اجرب واحد مع ثلاثه. كبيره وصغيره، كبيره وصغيره، صغيره وكبيره، صغيره وكبيره، يركبوا ولا ما يركبوش؟ يركبوا. طب جرب واحد على اربعه، صغيره كبيره وصغيره تركب، صغيره وصغيره يركبوا؟ شطب ما ينفعش. اثنين كده كده ما ينفعش مع واحد. اثنين وثلاثه، كبيره مع صغيره تركب، كبيره مع صغيره، كبيره مع كبيره ما تنفعش. اثنين مع اربعه، كبيره مع كبيره، صغيره مع كبيره، صغيره مع كبيره، صغيره مع صغيره، فشل. فهمتوا؟ يبقى مين اللي ينفعوا بس؟ واحد وثلاثه. سؤال عبيط جدا. الناس اللي كانت بتصيح من الدي ان ايه، ادي الدي ان ايه ومنظره. فاهم؟ لا اخلص مجهودي اللي انا ذاكرته ده واللي حضرته ما يروحش هدر. اللي انا تعبت فيه ما يروحش هدر يا شويه هدر. باد بويز. الساعه كام؟ 8 بس؟ طيب حاضر. يعني انا جاي من المستشفى مش نايم ورحت قلت اخليهم يطمنوا وقلبهم يبقى مطمن نص ساعه ربع ساعه تلت ساعه 25 دقيقه 20 ربع ساعه بالظبط. يا ابني طب اخلص اسئله امتحانات. اصل انتوا كنتوا بتصيحوا من الدي ان ايه. انا بوصل لكم سلام. انت يا ابني اصبر. اللي انا بعمله دلوقتي ده بيديك ثقه في نفسك ان الموضوع بسيط فتهدى. طيب هنا بيقول لك اكمل باقي 3 اسئله بالظبط. صدقني يا ابني بس بقى. التتابع التالي يوضح الاحماض الامينيه في جزء من عديد بيبتايد من اليسار لليمين. من اليسار لليمين.
تريبتوفان، ارجينين، سيرين، فالين، لايسين. الحمد لله لايسين فعلا. هاي قطعه دي ان التاليه. عجبتك قوي؟ هي تعبر عن الوضع الحالي فعلا. خلاص يا مارك يا طفل، يا طفل مارك طفل، هنزل لك فيديو لوحده. اي قطعه دي ان ايه تاليه تعبر عن الجين الذي. طيب بولا ومكاريوس روحوا. تروحوا؟ ماشي. يا ابني راعي ربنا فيا زي ما براعيه فيكم. والله بجد هتموتوا محروقين. اي قطعه دي ان ايه تاليه يعبر عن الجين الذي يكون تتابع الاحماض الامينيه الموضحه في الجدول. احنا عايزين نجيب الترتيب بالجدول. هو ده الترتيب بتاع الاحماض عندنا. تريبتوفان، ارجينين، التاني تالت. عايزه مين الاول واحد؟ دور عليه اول واحد وراح مخك. خلاص؟ بس هو انت معلش اي قطعه ايه؟ ده انت بني ادم رخم يا اخي. هتخليني احول ده لايه؟ دي ان ايه. قبل ما تحول ده لان تخليني اختار ايه منهم؟ انهي قالب؟ 3 5 ولا 5 3 3 5. بص بقى 5 3 3 5. شطبتي ده اتبقى معايا ده هنا. شطبتي ده واتبقى معايا اللي فوقيه. انا حاطط دايره على اللي موجود. طب انا ليه خدت القالب اللي هو 3 5؟ لان انت لما تحب تجيب الام ار ان بتجيبه من انهي قالب؟ 3 5. دي اول خطوه في ذكائك. خلي بالكوا دي مش فكره السؤال ده بس، دي فكره سؤال تاني هيجي في امتحان تاني، فانت ركز فيها. طيب انا يا عم الحاج انت همسك اللي انا حاطط عليه دايره ده واخليه يبقى ايه؟ ام ار ان ايه، مش ده دي ان ايه؟ بس انا ما بقاش غشيم بقى، هقعد اكتب كله. ابدا باول واحد كودون واشوف الدنيا شكلها ايه زي ما بيقولوا عندنا في المستشفى. عندنا واحد يقول لك شوف الدنيا شكلها ايه الاول. اعمل ايه بقى؟ 5 ايه تبقى يو جي جي. هو ده؟ ما شاء الله والله انا بدات بالحظ. تعالوا نبدا من هنا. تي جي جي يو سي سي. هو ده؟ بدايه خاطئه يبقى مش هو. في حد فاهم قصدي ايه؟ نو تايم فور ويستنج تايم. دي جمله سمعتها في مسرحيه، هي جمله حقيقيه فعلا. ما تبقاش بجره. انا والله هحل السؤال ده كده هجيب دول كلهم ودول كلهم واقعد ادور على ال 50 حمض امين الموجودين. انت بقره حلوب عايزه برسيم في الامتحان. ليه؟ عقبال ما تخلص نسخ دول يا مارك بايه؟ خدت لك نص ساعه ضاع الامتحان. الذكاء الطبيعي اي بني ادم ابدا باول خطوه ووافق اشوف مين مشيت ومين ما مشيتش. طب يا عم افترضنا في 2 ادوا لك نفس البدايه، على الاقل وفرت 2. طيب انا كده وصلت لدي. تعالى هل دي 3 5 ايه يو شطبتها برضه. دي اي سي تي هتبقى يو جي يو. هي دي يو جي يو غلط برضه. والله الاجابه واضحه ب3 ثواني اهي. ماشي؟ ايه؟ مش شرط. احنا قلنا مش شرط. بيتقص في بعض الاحماض بعض البروتينات. ما هو قصه هنا مش حاطهولك. ومش محطوط حتى في ولا اختيار منهم، ما تلخبطكش برضه. طيب الرسمه دي سهله جدا. مين من دول يعبر؟ بص هنا عدد الروابط ايه؟ قمه قله الادب بجد. في قمه الوقاحه اللي بيتكلم. هو شخص وقح بكل المقاييس والله بجد. هو شخص وقح بدون ما اوجه الكلام من شخص. عشان 15 مره اقول اسكتوا. عايزين نروح، عايزين اوصل لكم كام معلومه تطلع بيهم على الاقل هادي نفسيا. بس مفيش خالص. كميه لا مبالاه مش طبيعيه. ده مستقبلك. انت كلها كام شهر وهتحدد مستقبلك. مش متخيلين الايام دي الدقيقه بتفرق معاك ازاي. لو انت مش مهتم بمستقبلك تولع بجاز وسخ. في غيرك مهتم ان هو يسمع. ما تجيش تضيع له وقته. وانا دوري ان انا ارخم على اي حد بيضيع وقت. ما تخلوش الاقي حد. ليه الناس ليه دايما تستغلوا الطيبه في التعامل؟ ليه تستغلوا ان الشخص يبقى كويس معاك بيعاملك باحترام؟ ليه لازم المدرس يبقى وقح وقليل الادب عشان الناس كلها تسكت وتخاف منه؟ ده في ناس تقعد انا اكاد اجزم في ناس فيكم بتقعد في حصص لو فتح بقه بيترعب من بقه فتحته ما بتفتحش. بتخافوا منه بيمسح بيك الارض وهو قاعد. 20 مره اقول في الحصه اسكت. ده منظر كتب عدد الروابط الهيدروجينيه. كونه كتب عدد الروابط الهيدروجينيه ده الشريط ولا الشريطين اللي المفروض يبقى ظاهر؟ 2. فهو بيقول لك مين بيمثل الام ار ان ابو فرده واحده ابو شريط واحد. فاكيد الروابط الهيدروجينيه دي عنده ممسوحه. فمين بيمثل؟ س.
اجابه سريعه على سؤال سريع، هي مش هتاخد وقت. ما العمليات الضروريه التي تحدث في الخليه لاتمام بناء تحت وحدتي الريبوزوم؟ الاثنين دول كانوا بيتبنوا جوه النواه جوه النويه ب 70 عديد بيبتايد زائد 4 انواع ار ار ان اي. نسخ الام ار ان اي من النواه وترجمته في السيتوبلازم الى 70 نوع من عديد البيبتايد. في النواه ماشي، ممكن اقبلها دي. نسخ الار ان اي في النويه، نسخ الار ان اي في النويه بيتم في النويه نسخ اصلا ولا في النواه؟ الحاجه اللي بتحصل في النويه هي بناء الريبوزوم، فدي جمله خاطئه. نسخ الار ان اي في النواه وترجمه الام ار ان اي في السيتوبلازم ل 70 نوع من عديد البيبتايد. هو قال ايه هنا؟ نسخ الام ار ان اي دي، هل ينفع انا بترجم الار ان اي؟ ماشي عشان دي ام ودي ماشي، خلينا واقف على دول. نسخ الار ان اي في النواه واتحاده مع 70 عديد بيبتايد في السيتوبلازم، هل بيتحدوا مع 70 عديد بيبتايد في السيتوبلازم ولا جوه النويه؟ جوه النويه. انا باقي معايا مين اللي مش حطش عليهم؟ الف وايه وجيم. ركز معايا كده، انا عايز ابني مين؟ ريبوزوم. ببنيه من مين؟ انا كاتب اهو 4 انواع ار ان اي، يبقى انا هترجم او هجيب 70 عديد بيبتايد مع مين؟ مع 4 انواع ار ان اي. نسخ الام ار ان اي في النواه وترجمته في السيتوبلازم 70 عديد بيبتايد، ولا نسخ الار ان اي نسخ وترجمه ام ار ان اي. الله حلوه دي، بصوا، نسخ الار ان اي في النواه وترجمه الام ار ان اي في السيتوبلازم 70 عديد بيبتايد. طيب ايه اللي اختلف في الجمله ج عن الف؟ بصوا شايفين دي؟ هنا في حاجه ناقصه. مين؟ بالظبط، شطار. هنا في مكون ناقص. كل اللي قاله هنا ايه؟ نسخ الام ار ان اي. احنا عايزينه على فكره. هو انت تجيب ال70 عديد بيبتايد منين؟ من الام ار ان اي. فانت لازم يجي الام ار ان اي، هتنسخه فين؟ في النواه، وتطلع بيه السيتوبلازم يديك 70 عديد بيبتايد. كده انت جبت ال70. فين الاربع انواع ار ان اي في اختيار الف؟ مفيش. هنزل على ج. هو جاب الاربع انواع هم وجاب الام ار ان اي اهو. يبقى كده معاك ايه؟ الام ار ان الار ان اي الاربع انواع مع الام ار ان اي اللي هيجيب لك 70 عديد بيبتايد. كده تكونوا الحاجتين اللي انا كاتبهم جوه اهو. وصلت؟ مين ضاع مني فيها؟ تقيله شويه، لو ما ركزتش هتوه فيها. خلاص؟ صعب ده شويه مثلا. طب انت هتقف بين اختيارين، فركز. انا عملت ايه دلوقتي؟ انا عملت ايه وانا بحل؟ جيت رسمت الرسمه بشكلها التركيب الوظيفي، وجيت رسمتها بالتركيب ايه؟ كيميائي، وبعد بدات اقارن بين الاختيارات واللي انا كاتبه. الاختيار الف كان حقق لي ال70، ما جابليش 4 انواع ار ان اي، ففشل الاختيار. طب لو انت ما عملتش كده في الامتحان وبتحل بالهواء، عمر دماغك ما هتقارن. قارن بالحاجه مكتوبه، اكتب على الورق. ما الذي يميز دي ان ايه في اوليات عن حقيقيات النواه؟ باقيين بالظبط 5 اسئله. ما الذي يميز دي ان ايه في اوليات النواه في حقيقيات النواه؟ يحمل شفره بناء ار ان اي بانواع الثلاثه. طب ما الثاني بيحمل شفره ار ان اي بانواع الثلاثه. يوجد على شكل ديكلوسومات الديني في حقيقيات النواه، بيختلف عن اوليات النواه. دي تنفع. يتضاعف قبل انقسام الخليه، ما هما الاثنين بيتضاعفوا قبل انقسام الخليه. يمكن قطع بواسطه انزيمات القطع، فده يمكن قطع هي الاجابه ب. ما النتيجه المترتبه على استخدام المواد المشعه او مركبات كيميائيه في معامله خلايا النباتات والفطريات لانتاج كميات اكبر من البروتين؟ ركز تاني، انت بدات تستخدم مواد مشعه، عايز تعمل بقى تضاعف ايه في الاخر؟ صبغي. يعني انت زودت عدد الصبغيات، وكونك زودت عدد الصبغيات يعني مين جوه الصبغيات اصلا؟ الجينات. طب تعالى نشوف ايه الهدف من كل ده. انتاج كميات اكبر من مين؟ هو غرضه حاجه مفيده بصراحه. تكرار الجين الواحد عده مرات على نفس الكروموزوم. هو انت لما بتستخدم الاشعاع مثلا او الخردل او الكولشيسين، انت بتكرر الجين واحد ولا بتعمل تضاعف للصبغيات كلها؟ تضاعف. تكرار الجينات بسبب زياده عدد الكروموسومات، اللي هي مين يشيل لي كلمه زياده عدد الكروموسومات ويحط لي لفظ مكانها؟ هو لما انت تتعامل بماده مشعه كان بيحصل ايه للماده الصبغيه؟ تمشي مع كلمه تضاعف زياده عدد الكروموسومات. هي لو كان عندك 60 كروموسوم بقوا 120. كلمه 120 دي تعني زياده عدد الكروموسومات او تضاعف عدد الكروموسومات ولا الاثنين مختلفين؟ الاثنين نفس الحاجه، فدي تمشي. تكرار القواعد النيتروجينيه في نفس الجين بس ولا الكروموسوم كله؟ احنا قلنا الكروموسوم. تغيير نوع البروتين الناتج عن الترجمه دي غلط خالص. يبقى الاجابه الاقرب مين؟ ب. وصلت؟ حد فكر فيها بطريقه ثانيه؟
ماده مشعه، دماغك راحت لفكره ايه؟ بتعمل ايه الماده المشعه؟ تضاعف عدد الصبغيات، بدليل احنا في طرد البكر الصناعي كنا بنقول الاشعاع بيعمل ايه؟ خلاها تتضاعف، فكونك ضعفت الماده الصبغيه يعني انت ضعفت الكروموزومات اللي هي الصبغيات، ما هي الصبغيات هي الكروموزومات. وصلت؟ هنا الشكل المقابل يوضح شريط لحمض نووي ثم حدد ما الذي يشير اليه الرمزين س وص على الترتيب. طيب فين س وص؟ ص احنا عارفينها ايه؟ قاعده ايه؟ قاعده ايه؟ هو عايز كلمه، طب ما كلهم هنا قواعد خلاص؟ طيب فاكرين اللعبه اللي لعبتها لكم زمان؟ دي ماسكه في سي كام؟ واحد. امشي مع عقارب الساعه 2 3 4 5. دي 1 2 3 4 5. يلا 1 2 ها 3 4 5. 3 دي تمسك في ايه؟ 3. ها قولوا 3 هيدروكسيل او اتش. وصلت؟ فاكرين لما قلت 5 فوسفات 3 هيدروكسيل. كده انا عرفت س اللي هي مين؟ هيدروكسيل. طيب عرفت مين؟ الثانيه. طب انا كده عندي هيدروكسيل شطبت دي وشطبت دي، واحد فيهم صايمين وواحد فيهم صايمين. ايه؟ جدعان. اللي بعده الجدول التالي يوضح الشفره على رسائل بعض الاحماض المختلفه. اسكان تتابع نيوكليوتيدات على احد الشريطين، ودي اسئله الناحيه الثانيه صح؟ ماشي. سيرين ليه كام شفره السيرين؟ 3. ده دليل ان الحمض الاميني يمكن له ان يكون اكثر، يبقى ليك اكثر من ايه تاني؟ تي ار ان اي. يعني دي تجيب سيرين ودي تجيب سيرين ودي تجيب سيرين، دي ليها تي ار ان اي ودي ليها تي ار ان اي ودي ليها تي ار ان اي. اسكان تتابع نيوكليوتيدات على احد اشرطه الدي ان اي كذا كذا كذا. واثناء نسخ الام ار ان حدث استبدال القاعده تي المشار اليها بالسهم اهي دي بدلناها بايه ان شاء الله؟ لسي. ما النتيجه المترتبه؟ دي بقت سي. طيب عد معايا بالثلاثه 3 قبل ما نخلي التي دي، هات كده الاساس في الاول. تي كانت هتجيب ايه قصادها؟ ايه؟ والسي جي والتي ايه. ده كان الاساس. بعد كده هتبقى ايه بقى؟ هو قال لك بدل التي بايه؟ خلينا بدلها بايه؟ بسي صح؟ خلينا دي سي. يلا ايه جي والسي ايه قصادها؟ جي. يعني انا بدلت الاجا بالاجج. الاجا فين؟ فين الاجا؟ الاجا بقى اجج. هل اتغير كده ولا نفس الحاجه؟ يبقى حصل تغير في البروتين؟ لا. سؤال يخض بس في الواقع هو سهل. تمام؟ وصلت؟ دي اخر صفحه خلاص. اخر صفحه. انا عارف ان انتوا خلاص جبتوا جاهز ومش كلها كمان هتتحل. بيقول لك 39 الخواص التاليه تدل على درجه تعقيد الكائن الحي ودرجه تطوره. تعقيد الكائن الحي، هل كميه الدي ان ايه توجد في خلايا؟ هل كميه الدي ان ايه اللي عند السلمندر خلته كبير؟ ولا كم من كميه الدي ان ايه دي بيبقى بروتين؟ يبقى الفكره كلها في كميه البروتين المتكونه. السؤال اللي بعده 40 في احدى خلايا كائن حي حدث تغير في الدي ان ايه وبعد نسخ الام ار ان ايه من احدى الشريطين بدات عمليه الترجمه ثم توقفت عند منتصف جزيء الدي ان الام ار ان ايه. ما تفسيرك لحدوث هذه الحاله؟ في احدى خلايا كائن حي حدث تغير في الدي ان ايه وبعد نسخ الام ار ان ايه من احدى الشريطين بدات عمليه الترجمه ثم توقفت عند منتصف جزيء الام ار ان ايه. هي وقفت، فقدت قواعد مختلفه في اوقات مختلفه. هي لو فقدت قواعد مختلفه في الدي ان ايه في اوقات مختلفه كان هيتم ايه؟ كان هيتم ايه؟ الاصلاح. ركزي، كانت هتتصلح، ما كانش هتبقى طفره. هو عايز يوصلك ان اللي حصل ده طفره وكملت طفره. كون ان الفقدان في اوقات مختلفه في قاعده واحده كان هيتم الاصلاح بانزيمات ايه؟ الربط، فدي مش هتنفع. فقدت قاعده بيورينيه من احد شريطين، لو كانت قاعده واحده من الشريطين كانت هتتصلح. فقدت قاعدتين متقابلتين في نفس الوقت في شريطي الدي ان ايه، ده دي وش بقت طفره جدا. فقدت قاعدتين متقابلتين في اوقات مختلفه كانت هتتصلح. زلزال ولا ايه؟ اخر سؤالين وشكرا ليكم وربنا معاكم وياخدكم ان شاء الله عشان انتم ما كنتوش قاعدين نادين النهارده. ادرس الشكل المقابل. خلاص هنا الواضح ان ده كروموزوم ولا جين؟
حروف ابجديه ولا قواعد نيتروجينيه؟ يبقى ده الكروموزوم. الواضح ان هنا اتسحبت من دي الايه راحت هناك. دي طفره صبغيه ولا جينيه؟ صبغيه للحروف الابجديه. شطبت دي وشطبت دي. طفره صبغيه ويزداد تاثير الجين ايه ولا طفره صبغيه ويتغير تاثير الجين ايه؟ ده بقى زياده هناك. يبقى زياده. اذا علمت ان نسبه الصيمين، خلي بالكم الحته دي ممكن تبقى سؤال تاني يا مارك. ممكن الحته دي يقول لك انا مش عجباني الحته دي في الدي في الكروموزوم دي حبيبات طرفيه لا تمثل. ممكن في ناس فكرتوني. الخناقه على السؤال ده كانت ايه؟ ايه دي؟ هل هتزود التاثير ولا مش هتزود التاثير؟ خلاص؟ ولا يتغير الجين. في ناس اختارت دي وفي ناس اختارت دي. اللي اختاروا اللي تحت كانوا بيقولوا ايه؟ ان ايه كده كده طرفيه لا تمثل شفره المفروض ما تغيرش. صح؟ بس ايه دي؟ انت ايش عرفك ان دي الحبيبات طرفيه مش قطعه كبيره؟ فكان الرد عليها مختلف، فكان في خناقه على السؤال ده. بالمناسبه كويس ان انا افتكرت وقلت لكم. وصلت؟ مش لازم توصل. الصايمين في حد شرطات دي ان ايه خلاص دي خدناها قبل كده، اتكلوا على الله.